بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتبار الاعتبار diyecek تتبع طرق الحديث من الجوامع والمساند والأجزاء ليعلم هل له متابع أو شاهد أم هو حديث فرد. اعتبار budur şimdi diyecek. Anlaşıldı mı? Yani kurbancı koyne. Bece itibar çiye yani araştırma, likolina, senedi hadisi, camiaş, müsnedaş, eczaş, bu kam zaman mütabi'i ve şahidi ve hene yatune yoksa veya ferde. Yani ferda mutlaka. Vakti yekun nesede فردا مطلق يتشاقي وثيش متابعة شاهد تنب جدول الاعتماد يؤدي من المتابعة أو الشاهد أو من التفرد يعني هو ما يؤدي إليه يعني أصلا اعتبار تشيك على اعتبار مرفات جيجيني كيشتشي مرجينا تشي يعني اعتبار araştırmaya أصلا يعني اعتبار اللي جراندنا المتابعة شاهده تمام وقت جم متابعة شاهد كتنا بمعنى دمك ما فرد لما أقول اعتبار شيء تتابع طرق الحديث اللي جراندنا طريق أوي سند حديثي جامعة لما تقول جامعة يكون تمامي قوني بواندا هنا حديث يعني بدش قال اشتهرت دس بيتكن والسريوان جلوك أوينه وكتاب فخينه وجا مغازي اشتدا هنا وسير اشتدا هي تمام ومسانيد بنقول الجورا مسندات نقال جورا مسند صحابيات دي هنا تبقى ايش يخابن تبين معجم ايش صحابيات تبين مسند يكون مثلا ايش صحابي كيجيك ده توب كتير اصحابي كي يجيكي توكي يا شيخي خو وقت مع جنبه جيك توكي ما بريكو اجزاء ما نقول مثلا ليش صحابي تاني ايه صحابي تاني توكي او جي اجزاء يجب حديث باليه بجار تاني بقون تاني بن او شيء او جي اجزاء خلاصه جا اعتبار شيء اللي جراندنا فاناي بل فاناد جرى يعلم هل لو متابع او شيء سنه ليد وان جرى كا متابع وشاهد هنا يعتنى اما حديث الفرد حديث كفايه المتابع هو الذي يكون متابع شيء شاهد شيء في القوانين اللي يكون متابع هنا وشاهد هنا المتابع هو الذي يروي حديثا قد تابع فيه غيره في الرواية عن شيخه متابع شوف على تخيلين إن متابعات إن معنى مصري أو كشتي حديث كروايتك تابع بدوي حديثي ده بخير خو في خير خرا رواية الشيخ بدا نوري مثلا راد او شيخي يا شيخي ده تجي فمن فوقه جور الشيخي الى منتهى السنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيه من قبل رسول الله صحابيه حتى صحابي بيجي هي متابعه والصحابي ده كشبو مش خد رسول الله بيجي حديث تبجينا والصحابي ده كشبو ارتف يابو شهد ورا في سلاح يمكن سواء شاركوا في اللفظ او في المعنى الفير ميزه قوي ميزانك يعني او حديثه كنت روايات يعني شلاف زوال يك مش معنى يك انا فرقه كبيره فرقه كيوان وتابعوا شهاده باعتبار لفظ معناه بيجي ابي انا يعني اصلاح كي اذى المتابع كي جاي تراد بي حديثة مثلا بخاري تجي رواية كي و أري تابع بخاري تبيتي ده الشيخ بخاري ده تجي بخاري وش وقت الشيخ يدام كي بيجي متابعتها نزيكة قريبة وقت هو متابعة بعيد في القوانين فهمت كيف؟ سواء شاركوا في اللفظ دفر دا او حتى كتر روايات كي خازي لفظي و بخاري يك بخازي يك معناه مجبور يك به شوف حديث يجرب ذاته مجبور معناه فهمت كيف؟ فإن كانت الواد بيجمد فإن كانت المتابعة عن شيخ الراوي الشيخ دا بيه فهي تامت المتابعة تام أولي قريب وتامة وإن كان عمن فوقه إجورة شيخ به فهي ناقصة يد بناقص جرا أو قاصر بقاصر جرا تام تبقى متابعتنا كده ويسمى ذلك متابعا عليه الحديث أكتا وتحقيق كده أو متابعه عليه أولي ويسمى راوي متابعا يكون روايتك أو متابعة أولي يعني اف حديثة قرآنية متابعة عليا متابعة سريات كده ت تبي حديثة آنية تبي متابع روايات تقول متابعة معنى مصري وتسمى روايات متابعة مفهوم؟ باقي شاهد شيء تقول في اصطلاحي هو الحديث الذي يرويه الراوي حديثك راوي روايتك يوافق حتى غيره بالمعنى موافقة حديثة خير أخويا بمعنى أو باللفظ يجب لفظي والمحب لفظها بمعنى نوري يعني جاب ما كوري بيجي يعني عين أوجه كم طبيعي sadece şeyhi dayı ne geçti, şeyhi dayı ne geçti, sahabi dayı ne geçti. Ne var ya? Fiyat bece ما بيجي قوي باعتبار وفقات ne bيجي. باعتبار وفقي وين بيجي zaten.
يعني يوافق حديث غيره بالمعنى أو باللفظ والمعنى جمناك بيجي هو الحديث يرويه راوي ولا يوافق غيره إلا في صحابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم يادا مثلا لا يوافق غيره حتى في صحابيين نعم. نوري نعم. دوما مثلا طريقة صحابي كده دوم مثلا جانا أوي واندا استعمالي واندا ولهذا الحديث شاهد من حديث صحابي آخر اصلا في غرابه استلاحي بيجي شاهد من حديث صحابي ناس مشاهد مجبور غرابه استلاحي قالك حديث صحابي كي مفهوم ها افيا في استلاحي بيجي استلاحتي اذا جير شنو نخبه ناقل كذا قال في شرح النخبه بعد ان عرف التابع والشاهد على نحو ما قدمنا في كنا مقويا بشي تعريف كذا قلت وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ أو ميزانة كذا الصحابي دقيش فيه فانا بالميزانة كنا قلتنا وقت كو حديثك مثلا بخاري رواية كتير حتى عيني لازم حتى رواية كلمة خوازيت شيخ يداب بيجي خوازيت صحابي كيدني هري صحابي كيدني أجي جت قلت متابع كل لفظ يكبه كل لفظ نا يكبه معناه يكبه تيسا خوازيت شيخ يداب بيجي خوازيت صحابي بلا دقيش بفه تقول شو يمكن سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد ما حصل بالمعنى كذلك سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا قال ابن حجر دوامتك وقد تطلق المتابعة على الشهادة بالعكس قال بيرفي جانبه جانا شهادة تبي شهادة بيزت متابعة جد بمتابعة بيزت كي شهادة نقول استراحة وان ولا أبو في سهل نوري دروم يعني زرار ناكي أم تسهل زرار ناكي ثم من حيث كل ما في تقوية شيء هذا بتقوية ده قاضي بلا نابي متابع به قاضي بلا نابي به شاهد مفهوم مثال متابعة مثلا روى الترمذي شكي رواية عن محمد بن عمرو او تقرا او متن شخو متن دا او قارش مشي لفظ معنى نبيه او قارش مشي كل صحابي داكش فيها نبه متابعه صحابي داكش نبه داكش بفا شاهد من رواية الترمذي عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابي هريره نوري رضي الله عنه مرفوعا قلت لولا ان اشق على امتي اجام زحمتي امتي اخرى شيء نكرهنا من امر يوم كان بسواك عند كل صلاه جمهر الميشي يعني بوتنا سواك قل المشكل سواك خيراوي هي فإن محمد بن عامر مثلا محمد بن عامر قلت عن أبي سلمة تابعه على رواية جماعته تابع بيسر رواية في حديث جماعتك فرووا هذا الحديث عن الأعرج عن أبي هريرة ميزة عامر عن أبي سلمة وانج أعرج رواية كيش أبي هريرة ذاك صحابي ذاك نبيه صحابي ذاك نبيه وإذا في ماتشي طم طابق ولا استلاحة ما من متين كتاب ذاكو كما في الصحيحين ولفظ واحد ولفظ وانش يكي اما نو نبجيش الغرا اصلاح ما اصلاح كتابي لفظ نو نبجي كده مفهوم ومثال الشاهد ما رواه الترمذي من طريق هشيم عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا ان حقا على المسلمين لازم لسان المسلمانا ان يغتسلوا خبشون يوم الجمعه راجمعين كان في حديث قلت يعني راجمعين غسل واجبين طب الجمهور طبيعه ورقبوا لك يعني قلت يا سنته فهشيم تابع على هذا الحديث ميزة هشيم عن يزيد جاء تابعي هشيم يسر في حديث أبو يحيى التيمي فرواه عن يزيد عن عبد الرحمن ميزة عن أبي زياد النت عبد الرحمن ذاك اشتيكي نوري بن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا الحديث نوري المتابعتها فيها متابعتها شو فيها نشاهد عمرها من شهر شهادة يدن يعني الشهادة قال صحابي داقش به نوري متابعته يحيى متابعته مثل دقيش نبيه عبد الرحمن داوي دقيشتيكي عن يزيد بن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ذو دقيشتيكي نوري وله شاهد مثل شهادة تيجا في متابعته جاج بيرا شهادة كي من حديث ابي سعيد رضي الله عنه مثل نجأ في صحابي كيبو مثل في صحابي براء بن عازب في أبا حدث أبو سعيد رضي الله عنه في الصحابي ده كيش فيه حدث أبو سعيد صحابي كدني في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم من ذا أوجلات جنايك وصل رجل الجمعة واجب سرهر إيكو احتلام تبع يعني إيكو بالغ تمام بس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.